في ناس أرهقت نفسيا. الإرهاق النفسي أصعب من الإرهاق الجسدي. لكن يعني إيه مرهق نفسيا؟ يعني شخص ما بقاش قادر يتكلم ولا حتى يعاتب، ولا بقى حتى يستنى الحاجة الحلوة اللي هتفرحه، ولا بقى يزعل من الحاجة الوحشة اللي بتزعله. بقى شخص منعزل وحواليه ناس كتير، وبقى بيضحك وجواه حزن. بقى السكوت بالنسبة له لا هو راحة ولا هو تعب، ولا الكلام حتى بالنسبة له ما بقاش يريحه زي الأول. حتى الحلول اللي بتتقدم له ما بقاش حاسس فيها بالأمان. شخص جواه صراع نفسي عميق لحد ما وصل لمرحلة الإرهاق النفسي. طيب أتعامل مع الشخص ده إزاي؟ ما تلومهوش، ما توعظهوش، وكمان ما تضغطش عليه زيادة بطلبات يعملها. يعني ما تقولوش انت تقدر وجواك انك انت بتشجعه وفاكر نفسك ان انت بتقف جنبه، وما تعرفش ان انت بتزود عليه الحمل والضغط. لكن قول له انا معاك، وانت صح، وانا جنبك، وانا حاسس بيك ومقدر تعبك وألمك. وما تعملش حاجة مش عايزها ومش حاسسها ومش حاببها. وكمان اضعف براحتك وعيط براحتك وطلع طاقتك براحتك. لأن الإنسان المرهق نفسيا ده مبقاش مرهق نفسيا بالسهل. ده إنسان كان صبور جدا وحمول جدا وخدوم كمان جدا، ولكن استغلال طيبته وقلبه وخدمته للناس وانه دايما كان بيدي، فجأة لقى نفسه في مرحلة الإرهاق النفسي. عشان كده ما ترهقوش بعض نفسيا، وقللوا كمان مساحة اللوم والعتاب عمال على بطاله كل شوية. وبلاش تحملوا بعض مشاكلكم وتعملوا عليهم إسقاط، عشان الناس بتتعب ومش حمل ده. وياريت تطبطبوا على نفسكم وما تحملهاش فوق طاقتها. وخليك عارف ان احنا الدنيا دي كلها دنيا، والحياة مش منافسة ولا صراع مع حد. وياريت لما تجيلك فرصة ان انت تهدى اهدى، ولو لقيت فرصة ان انت تقعد ساكن مع نفسك عشان تشحن وتجدد طاقتك من جديد امسك فيها. وياريت لو جالك امل او فرحة او سعادة ما تخافش منها وصدقها وما تأجلهاش.